أول شي لو شو ما تعملي عطول رح يكون في أشخاص عم ينتقدوك، عم يكرهوك من دون سبب، عم بيخبروا الناس عنك، وعم يعملوا شير ليور فيديوز ويحكوا عنك من دون ما تعرفي. أكيد في أشخاص كتير منيحة بالدنيا وكتير سكيور، بس بنفس الوقت في أشخاص رح ينتقدوك، رح يعملوا لك judgment و they will hate on you. وكل ما تنجحي وتحقق الاشياء اللي بدك تحققيها، أو كل ما تصيري برايفت أكتر وتبطلي تخبري الكل عن أفكارك وخططك وأحلامك، they will be triggered ورح يصيروا كتير خايفانين إنه شو الخطة تبعها، قديه عم تعمل مصاري، قديه تعتبر صارت ناجحة، وبلكي فجأة بيّنت كانت كتير ناجحة ونحن بعدنا مطرحنا. خصوصي أشخاص كانوا معك بنفس المدرسة أو عايشين معك بنفس المنطقة، إنه أنتوا اتنيناتكن بلشتوا من نفس النقطة، من نفس المدرسة، من نفس العلامات. كيف أنت صورة الإنسان اللي أنت هي اليوم وهن بعدهم مطرحهم؟ أكيد ما رح يقبلوها على حالهم، يا رح يجوا لعندك تساعديهم يصيروا مطرح ما أنت صرتي، وإذا عملوا هيدا الشي معناته هن واعيين وناضجين وهذا الشي كتير حلو، أو رح يصيروا haters، رح يصيروا ينتقدوك ورح يصيروا يجربوا يسحبوك لعندهم تترجعي على نفس النقطة اللي هن هلأ فيها. وهيك بصير عنا أشخاص بحياتنا بيغاروا منا وبيضلون يحسدونا وبيضلون ينتقدونا. فإذا في هيك أشخاص بحياتك، بليز اعرفي إنه تصرفاتهم مش من مسؤوليتك انت بس مسؤولة عن تصرفاتك انت وكيف بتعملي ردة فعل على حكيهم وتصرفاتهم، بس منك مسؤولة عن تصرفاتهم إلن. You have power over your mind, not outside events. Realize this and you will find strength. يلا ماركس أوريليوس بكتابه Meditations، يلي بتعني إنه أنت عندك قوة تسيطري على عقلك بس مش على ظروف خارجية، وبس لاحظي هيدا الشيء رح تلاقي قوتك. إذا قررنا إنه نكون ourselves وإنه نعبر عن حالنا مثل ما نحنا بدنا ونكتشف حالنا ونعيش حياتنا مثل ما نحنا بدنا نكون عارفين وراضين إنه في أشخاص رح يخيب أملها فينا، ما رح تكون راضية على اللي نحنا عم نعمله أو الطريق اللي عم نختاره، وفي أشخاص رح تعمل reaction negative علينا، رح تكون ردة فعلها سلبية علينا. الشخص اللي بيربط حاله وبيربط حياته بالناس شو بتقله يعمل، عم بعيش حياته للناس مش لإله، رح يصير شخص الناس بدها اياه مش هو بده اياه. واجمالا السبب يلي بيخلينا نحن نربط حالنا ونربط حياتنا بالناس شو بدها وشو ناطرة منا هو خوف عنا اياه، خوف انه هودي الاشخاص ينتقدونا، والخوف انه نحن ما نقدر نحمي حالنا. منصير نحس اذا ربطنا حالنا وربطنا حياتنا بالناس وعملنا مثل ما هن بدهم او مثل ما هن شايفين صح، عنا هيك مثل security، مثل كأنه نحن محميين، بس بالحقيقة نحن بحبس. في security بس نحن بحبس، نحن عم نتخلى عن كل حياتنا وكل حريتنا وكل شي بدنا اياه بالحياة كرمال يكون عنا security. بس انه هاي security مين عم تحمي؟ شو عم تحمي اذا حتى حياتنا ما عم نعيشها لإلنا؟ هيدا المعلومات انا تعلمتها من يوتيوب فيديو رح كون عم بحطه بالديسكريبشن بوكس to check it out، كتير بنصحكم تحضروه. بس قال اكزامبل بالفيديو كتير حلوة، يلي هي انه اذا انت بتبيعي مي بالصحراء رح يهمك الناس شو رأيها فيك؟ لا، الناس كلها رح تشتري بغض النظر شو رأيها فيك، لأنك أنت عم بتقدمي قيمة، عم بتقدمي value هن بحاجة إله. فركزي على أنك يكون عندك value تقدميه بحياتك، ومش كيف توصلي لهيدا الفاليو، كيف تكوني حرة، كيف تكسري كل هاي القيود اللي حطيتيها على حالك لتقدري تعيشي حياتك وتعطي الفاليو يلي عندك. لما تصيري حرة، لما تتعلمي هذا الشيء رح تصيري انت اروق. يعني اذا حدا بيجي بينتقدك او بيعطيكي هيت كومنت، الريسبونس تبعك حيصير كتير رايق اكتر، لانه انت من جوا حاسة حالك كافية، انت كتير منيحة مع حالك، لدرجة انه اذا حدا ما كان منيح معك ما رح يكون عندك هيدي الرغبة بانك تصرخي او بانك تأذيه مثل ما اذاك او انك تردي عليه مثل ما هو حكاكي، ما رح يكون عندك هيدي الرغبة، لانه انت مرتاحة من جوا، مرتاحة مع حالك، مقتنعة، حاسة حالك انك you're enough. وصلت لمرحلة انه تخيلوا معي هذا السيناريو، انت كتير بشعة، انت كتير غبية، مين مفكرة حالك يكون عندك رأي وتحكيه على السوشيال ميديا؟ ما رح تنجحي على السوشيال ميديا، منك احلى من غيرك. اوكي I see your point. That's it. هالقد تستاهل، هالقد الموضوع بيستاهل تحطوا من طاقتكم ومن أفكاركم، هالقد شو ما يحكوا أوكي، لأنه نحن عارفين بيننا وبين حالنا إنه النقص عندهم، فيكون عندهم هيدا الرغبة إنه يكرهوني ويحكوني بهيدا الأسلوب ويخلوني أفشل، يعني هن عندهم نقص كتير كبير. هودي الأشخاص إذا عم يحكوا معكم إلكن هيك، تخيلوا كيف بيحكوا مع حالهم.
صدقوني بيحكوا مع حالهم بطريقة كتير أبشع. فأنت مش بحاجة تعاقبيهم أو تجرحيهم أو ترد عليهم مثل ما هن بيحكوك، لأنه هول الأشخاص أكبر عقاب بحياتهم إنه عايشين مع حالهم كل يوم. هودي الأشخاص مش ولادك، مش من مسؤوليتك كيف بيتصرفوا وشو بيحكوا، مش من مسؤوليتك انك تصلحي هيدا النقص اللي فيهم. اذا هن لاحظوا انه اللي عملوه غلط واجوا اعتذروا وقالوا لك انه احنا بدنا نتغير ساعدينا، اكيد دوت. هول الاشخاص مبين انه بدهم يتغيروا. بس اذا ما عملوا هيك، ما تحطي من يور انرجي، ما تضيعي وقتك، مش من مسؤوليتك. أجان مسؤوليتك بس انت كيف تتصرفي. تركيهم يتعلموا بالحياة، تركيهم يغلطوا ويوقعوا ويرجعوا يوقفوا ويتطوروا وينضجوا. في lessons، في درس لازم يتعلموه، الله بدهم اياه يتعلموه، تركيهم يتعلموه. خليك عم تركزي على حالك وعم تهتمي بحالك، عم تهتمي ب the queen that you are. بجملة قال لي اياها حدا من زمان وبعدني ذكرتها لليوم، قال لي everyone can help someone but someone cannot help everyone. يعني الكل في ساعد شخص، بس شخص ما في ساعد الكل. في كتير أشخاص رح يجوا حياتك ما حفيك تساعديهم، وفي كتير أشخاص حيجوا حياتك ما بدهم إنك تساعديهم. وبتعرفي هيك أشخاص وهيك هيترز أحيان كتير بيفيدونا. كل ما هن ما عم بيآمنوا إنه نحن رح ننجح ورح نوصل، كل ما يصير عنا هيك رغبة بإنه ننجح أكتر، بإنه نثبت حالنا، بإنه نآمن بحالنا. بس ما حدا يآمن فيك، آمني بحالك، خلي إيمانك بحالك يكون كتير قوي. طيب بطل يهمك قداي في أشخاص مآمنة معك. الهيترز والأشخاص اللي ما كانوا حابين ماي كونتنت، اللي ضلن يسبوني بالكومنتس ويعملوا لي كتير هيت ويحطوا كل الانسكيورتيز وكل الغيرة تبعهم عندي بالكومنت سكشن، هن يلي خلوني يصير فايرل ويصير الكونتنت كرييشن شغل بالنسبة لإلي، يصير ماي كارير اللي هو كان حلمي من أنا وصغيرة. اللي بعمل كونتنت للسوشيال ميديا من أنا وعمري 15، أنا اليوم 22. ولا مرة كنت فايرل، ولا مرة زادوا ماي فولورز عن 4000 على انستغرام، أغلبهم رفاق وعيلة. ولا مرة وصلت لل1000 سبسكرايبر على يوتيوب، مع أنه هيدا البلاتفورم الأساسي اللي أنا بلشت لما كان عمري 15 سنة. بس لما قررت to be myself، إني عن جد كون أنا، إني عبر عن أفكاري، إني أقول نظرتي للأمور، نظرتي للحياة، نظرتي للجمال، في كتير أشخاص ما كان عندهم نفس الرأي. في كتير أشخاص عملوا لي هيت ونيجاتيف كومنتس، فصارت الانجيجمنت كتير عالية على ماي فيديوز، فصرت قادرة اني اوصل للرايت اودينس، الناس اللي انا بدي اوصل لها بطريقة كتير اسرع. ماي اكاونت كبر من 4000 فولورز ل 100,000 فولور بشهرين. فاليوم قد ما صرت واثقة بحالي وعارفة اني حدا ناجح وواعي ومثقف، صرت اذا بشوف نيجاتيف كومنت او هيت كومنت ما بحس بولا شيء، واذا بشوف a positive comment ما بصير اسعد انسان بالعالم وبصير نهاري كتير حلو. لأنه إنه ما نهتم لرأي الناس goes both ways، إذا كان رأيهم منيح أو رأيهم مش منيح. يعني ما فيك تكوني رابطة سعادتك وقيمتك لحالك ونظرتك لحالك بكم لايك وكم good comment بتوصلك. أكيد إذا بلاقي good comment كتير منبسط وبحس إنه هيك I'm so grateful و I'm so loved، بس ما بربط سعادتي بهود الكومنتس. ما فيني إذا ما أجاني كومنت حلو أحس حالي فاشلة ومحل الفيديو واتضايق وبطل نزل كونتنت، لأني بعرف إنه قيمتي الشخصية ونظرتي لحالي ما بتتغير حسب كم شخص بحبني وكم شخص لا. إذا أخدتي كومبلمنت هيدا شي كتير حلو، بس إذا ما أخدتي كومبلمنت please don't feel bad. please ما تربطي سعادتك وكيف عم بتحسي بقداي في أشخاص بيمدحوك أو بيجرحوك. وأغلب الأحيان عقلنا بيكون عم يضحك علينا، بيكون عم بيخلينا نقتنع انه نحن المطرح يلي فيه الناس كلها عم تراقبنا، كلهم عم يعملوا لنا جادجينج، كلهم ناطريننا على غلط كرمال يضحكوا علينا. بس اغلب الاحيان عقلنا عم بيقنعنا بشي غلط. اغلب الاحيان الناس اللي حوالينا كتير معجوقة بحياتها وبمشاكلها، منا مركزة علينا اذا وقعنا او تفركشنا او اذا وقع التليفون من ايدنا او اذا ما عرفنا نشرب مي ودلقنا على حالنا مي. بس نحن منحس انه الكل عم بيراقبنا، إنه أي غلط بنعمله الكل حيشوفه والكل حيضحك علينا. بس هولي كلهم أفكار جوات راسنا. وهيدا الشيء أنا تعلمته من سنة تقريبا، من ورا حادثة صارت معي. كانت عندي امتحان بالجامعة وكنا موجودين بقاعة، كنا يمكن شي 25 شخص. من أول ما فتت وأنا كل الوقت مركزة على أنه اللي شايفيني كيف شايفيني، إنه كيف شايفيني قاعدة، كيف مرتبة غراضي على الطاولة، بلوزتي كل وقت عم زبطها، حاسة انه الكل مركز. هول 25 شخص 24 شخص يلي معي
مركزين على لاريسا كيف قاعدة ولاريسا كيف حاطة غراضة أو مقلمتها أو أنية المي على الطاولة. لما اجى الامتحان كنت كل وقت عم ركز على كيف هن شايفيني عم بمسك القلم، كيف شايفيني عم بكتب، شايفيني شاطرة اني عم بكتب كتير او يمكن عم يفكروني ماني شاطرة انه موقفة او عم بفكر. كيف بدي بين لهم اني عم بفكر تا ما يفكروا انه انا ماني عارفة حل. تخيلي كيف كنت عم فكر، كنت حاسة انه الكل نطرني على غلطة والكل مركز فيي مش بامتحانه. بعدين توقف بنت بتقول انه هي كتير مضايقة كتير دايخة انه هيك حتغيب عن الوعي. فالبروفيسورز اللي كانوا عم بيراقبونا التهوا فيها، قعدوا على جنب وكانوا مركزين معها. لما انا شفت انه هي مضايقة، وهيدي شغلة عندي اياها صايرة معي يمكن 5 مرات، لما اشوف حدا مضايق او انا اعمل ستريس او انا خاف بيقشط ماي بلاد بريشر وبصير مني قاشعة وماني قادرة اتحرك ولا احكي. لما شفتها هيك قشط ضغطي وبطل تركيزي على انه الناس كيف شايفتني، صار تركيزي بس على انه كيف ساعد حالي. اول شي اجى على راسي انه لاريسا ظهري من الصف تمشي شوي قدامه لكانت البنت صارت احسن، وبعدين فوتي كملي امتحانك. بس يلي صار انه بطلت قادرة اتحرك. لما جيت بدي اقوم على الكرسي لقيت انه اوكي انا ماني قادرة احرك جسمي نهائيا، ماني قادرة احكي تقول انه حدا يساعدني. الخطر عبالي اعمله قبل ما عن جد غيب عن الوعي بطل قادرة اعمل شيء هو انه طبش على الطاولة بكل قوتي قد ما كنت قادرة. لاريسا أول ما فاتت على هيدا الصف لتعمل هيدا الإكزام كان كل تركيزها على أنه هو الأشخاص كيف شايفينها وهو الأشخاص كل تركيزهم معها. literally كنت عم طبش على الطاولة وما حدا اطلع، ما حدا سمع، ما حدا ركز معي، ما حدا شافني. الكل مركز بامتحانه والكل عنده مشاكله والكل بده ينجح وما بده يضيع وقت لأنه الإكزام كتير صعب. كنت عم طبش على الطاولة وما حدا اهتم. بس صار معي هيدا الموقف لاحظت قدي الناس ما بهمها وقدي كل الموضوع والقلق اللي أنا كنت فيه كله براسي. بقيت خبط على الطاولة لحسيت إنه خلص أنا بلشت أقلب عن الكرسي، بلشت أغيب عن الوعي. طبشت آخر طبش بقدر أطبشها. بعدين سمعت حدا من التلاميذ عم بيعيط للبروفيسور إنه في بنت مضايقة هون. بس هيدا التلميذ قال هيدا الجملة فاينلي دغري البروفيسورز شافوني واجوا لعندي وساعدوني. من بعد هيدا الاكسبيرينس بطل يهمني رأي حدا، بمشي وما بيهمني، ما بقى أفكر الناس كيف عم بتشوفني والناس كيف عم بتفكر، لأن خلص فهمت إنه الناس كلها معجوقة بحياتها، كلها همها هي كيف مبينة، هي كيف عم تمشي، هي كيف عم تعيش، ما حدا مركز على حدا تاني. إذا اجوا لعندكم قالوا لكم الهيت كومنت أو الانتقاد بوشكم أوكي، هولي أشخاص jealous insecure haters I get it. ما قالوا لكم شيء وقفوا تقنعوا حالكم انه كل الاشخاص ناطريتكم على غلط، لان انتم عم تضروا حالكم وعم بتوتروا حالكم على الفاضي. اغلب الاحيان الموضوع كله براسنا، واغلب الاحيان الناس يلي عم تاذينا او عم تحاول تجرحنا هي عندها نقص، هي insecure، المشكله عندها، وانه انت منك مسؤوله عن تصرفاتها، مسؤوله عن تصرفاتك انت وبس. تذكري انه انت حدا كتير مميز وكتير كرياتيف وكتير تالنتد لانك تكوني عم بتأيدي حالك بالناس شو رأيها والناس شو بدها منك. هودي الأشخاص ما عم يدفعوا لك الفاتورة، ما عم بيعطوكي مصاري، ما عم بيعيشوا اللي انت عم بتعيشيه، وشي يوم هالأشخاص حيبطلوا موجودين بهالدنيا وانت رح تكوني بعدك بالشغل يلي ما اخترتيه، مع الشهادة ما بدك اياها، مع شخص او شريك حياتك يلي ما بتحبيه. ناس بتجي وبتروح، بس اختياراتك بالحياة حيضلن معك كل حياتك. هيدا كان فيديو اليوم، ان شاء الله تكوني استفدتي منه وحبيتيه. واذا منك عامله سبسكرايب دو سبسكرايب كرمال تدعمي الشانل، بتعرفي امتى عم ينزل كل فيديو. تذكري انك موجوده هون لسبب وانك تستاهلي كل شي حلو. باي.